السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل مع بعض ميني بيتزا بطريقة سهلة قوي ان شاء الله يا رب تعجبكم. ايه ده؟ نص كيلو دقيق، هنزل عليه دي كوباية لبن كبيرة. تمام. هنزل عليها ب3 معالق سكر، نص معلقة ملح، هقلب كويس قوي. وبعد كده بقى هنزل بمعلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة خميرة ممسوحة، ومعلقتين خل. هقلب الحاجات دي كويس قوي. تمام. وبعد كده بقى بعد ما تتقلب كويس قوي، طبعا اللبن دافي، هقلب الحاجات دي كويس جدا جدا. وبعد كده بقى هنزل بالدقيق. طبعا انا معايا كوبايتين دقيق، ولو احتجت تاني هحط. هبدأ بقى اعجنها كويس قوي. طبعا عجينة البيتزا محتاجة ان هي تتعجن كويس جدا. بس بقى هبدأ ايه، احط الدقيق واحدة واحدة كده. دي كانت اول كوباية، وهبدأ احط بقى ايه باقي الدقيق. دي كانت لسه محتاجة طبعا تاني، هحط بقى كوباية كمان، ولو احتاجت تاني بقى معايا هحط تاني. هعجنها بقى لحد ما تبقى بالشكل ده. هنزل بقى بحوالي يعني شوية زيت صغيرين قوي، يعني معلقتين زيت بالظبط على نص كيلو دقيق، او 3 معالق بالكتير قوي. انا بحطش اكتر من كده خالص في عجينة البيتزا، بحط دول بس كده. وببدأ بقى ايه اعجن كده لحد ما الم العجينة معايا بالدقيق بالزيت. وبعد كده بقى هجيب طبق تاني وانقل فيها العجينة واسيبها تتخمر شوية كده. سبتها ربع ساعة تتخمر. وبعد كده بقى بدأت ايه افردها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها. ده فلفل انا مقطعه حتت صغيرة، وطماطم حتت صغيرة، وزيتون برضو كل حاجة حتت صغيرة. والصلصة بقى معلقة صلصة على معلقة زعتر، معلقتين زيت زيتون. انا بحب قوي 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 ان انا اعمل الصلصة احط فيها كده. طبعا الزعتر انا المفروض كنت احطه في العجين، بس انا نسيت قوي ان انا احطه. حطيت في الصلصة كمان، انا بحط في الاتنين، بس انا حطيت يعني زودت شوية كمان في الصلصة عشان انا نسيت احطها في العجين. هنا بقى العجينة اتخمرت معايا. هبدأ بقى اطلع منها الهواء، وهكورها كور صغيرة قوي قوي، لان انا عايزة بيتزا صغيرة، هعمل بيني بيتزا صغير. تمام. كور بقى صغيرة، وهبدأ بقى ايه افردها وارصها في الصينية، وهتشوفوا بقى دلوقتي هعمل فيها ايه. كده كنت كورتهم كلهم. هبدأ بقى افردها واحدة واحدة وارصها في الصينية. دي صينية انا بدهنها زيت عشان متلزقش فيها. هنا بقى كنت هفرد طبعا ايه صغيرة، دايرة صغيرة كده خالص، واحطهم بقى جنب بعض كده في الصينية. وابدأ بقى احط عليها الصلصة واحدة واحدة كده. هنا خلاص انا كده جبت ايه شوكة كنت بخرمها عشان ايه الصلصة تديها طعم حلو كده في العجين. لما احط عليها صلصة تخلي طعم العجين حلو كده، يبقى طعمها حلو، يعني مش اكنك بتاكل عجين بس. انا خرمتها بقى. هحط الصلصة بقى طبعا لازم زي ما قلت لكم نحط عليها زعتر وزيت زيتون. ممكن نستبدل زيت الزيتون بزيت عادي، يعني مش لازم زيت زيتون، بس الافضل زيت زيتون بيخلي الطعم حلو قوي. ده فلفل بقى قطعته وحطه حتت كده صغيرة قوي. هبدأ بقى اوزعه عليها بالطريقة دي. دي طماطم برضو مقطعاها حتت صغيرة قوي، وزيتون برضو حتت صغيرة. والجبنة بقى هبدأ احطها عليها كده بالشكل ده كده، بالشكل ده. طبعا بقى الفرن لازم يكون سخن قوي من فوق ومن تحت. انا بحب البيتزا كده عشان تطلع طريه بقى كده وهشه وجميله قوي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. كل الكميه دي اللي انا عملتها دي نص كيلو دقيق بس. يلا بقى قومي جربوا واعملي، متنسيش بقى تشتركي في القناه وتعملي لايك عشان اوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.